جدًا بسبب وزنه التقيل، وبيعمل أشعة لرقبته بس بتكون طبيعية، وبيكتب له الدكتور مسكنات وبيروح عشان يجيبها من صيدلية المستشفى، بس بيسمع صوت الممرضة وهي بتشتمه وبعدها بتتكلم معاه عادي، وبيخاف ويطلع يجري وبيروح بيته عشان يرتاح شوية. بيصحى على كابوس وبيسمع صوت غريب، وبيقوم بيلاقي في واحد بيقرب منه، ولما بيقرب أكتر بيكتشف إنه صاحبه. بيكون متوتر جدًا وفضل يقول حاجات غريبة وبيطلب منه الصور وبيرن على مراته، بس قبل ما ترد بيكون صاحبه اختفى، وبترجع جين البيت وبتبص على صور حفلة التخرج، وبتاخد بالها إن في مكان معين في كل الصور بيطلع نور، وبتعرف إن المكان ده بيبقى المعمل بتاع الكلية. فبتروح الكلية وبتطلع المعمل وبتمشي تصور في المعمل بالكاميرا السريعة، وبتتفرج على الصور لحد لما بيظهر شبح في الصورة، وبتخاف جدا وبتسمع أصوات غريبة حواليها، وفجأة في صورة بتقع قدامها في المعمل، ولما بتشوفها بتكتشف إنها نفس صورة البنت اللي خبطتها. فبتدور